البايوس بكلمة كتيرة بنسمعها. ايه هو البايوس ده وايه علاقته بالمذر بورد وبيعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البايوس اختصار ليه بيزك انبوت اند اوتبوت سيستم. ده برنامج صغير متخزن على شريحة موجودة على المذر بورد، من غيره الجهاز مش هيشتغل خالص. البايوس بيشتغل اول ما بتدوس على زرار الباور، بيشغل مكونات الجهاز: السي بي يو، الجي بي يو، الرام. بعد ما يتأكد ان كل المكونات شغالة يسلم التحكم لنظام التشغيل. البايوس مسؤول عن فحص الهاردوير، البروسيسور، الرام، كارت الشاشة. مسؤول عن الوقت والتاريخ، مسؤول عن اعدادات سرعة الرام والفولت، مسؤول عن نظام التشغيل. البايوس ممكن نعمل له ابديت، ولكن انا ما بعملوش ابديت كل يوم، بعمل له ابديت على حسب الحاجة دي في اني هركب قطع جديدة احدث زي بروسيسور جيل احدث، فمتطلب مني ان انا اعمل تحديث للبايوس عشان المذر بورد تكون قادرة ان هي تقرا القطع الاحدث دي. وانت بتعمل تحديث البايوس لازم تاخد بالك جدا. الجهاز يفضل انه يكون متوصل على يو بي اس او لابتوب، طبعا في بطارية مشحونة، لان لو في حالة وانت بتعمل تحديث الكهرباء قطعت، ده هيؤدي ان هيحصل ان الجهاز او المذر بورد هتتحول لحتة حديدة مش هتشتغل. لازم تروح لحد متخصص يعمل تحديث للبايوس. يا رب اكون قدرت افيدكم معلومة بسيطة وسهلة، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم على الف خير.